بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات واخر فيديو كنا مع بعض فيه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ينعاد عليكم الايام بخير يا رب. الوقت ده فيديو اللي كان برضه حاجات لتجهيزات رمضان، وعلشان برضه السحور ومش عارف ايه والكلام ده كله. تمام تمام. إيه يعني انا بس هو حته كده ايه بسيطه، بس يعني لعل وعسى تكون ايه فيها حاجه مفيده للكل. هنا طبعا عايزين نعمل فول وفلافل او ندمس فول ونعمل طعميه زي ما بنقول ايه كده بالبلدي يعني. المهم اي بقوليات او الاغلب فيها يعني زي الفول المدمس، زي اللوبيا زي الفاصوليا، يعني الحاجات اللي ممكن تتنقع دي بيبقى حلو. يعني الفترة اللي تنقع فيها كل واحد على حسب ما هو متعود او هو وقت اللي قدامه مسموح له قد ايه. فبالذات الفول المدمس يعني أطول فترة تتنقع له أو هو يتنقع فيها 24 ساعة مش هيضره، بالعكس بل هيأثر معاك في مدة تسويته، وهيبقى ايه حلو وما شاء الله بيبقى ايه يستوي بسرعة ويبقى حلو كده وناعم. تمام. وكمان يعني انا بحاول ايه اقول على المعلومات اللي تفيدكم وتفيدني برضو، واللي عنده حاجة يقولها لي. وكمان بيبقى على القشرة بتاعته بتبقى مادة سامة. بصراحة انا مش متذكرة اسمها عشان مبقاش بدي على حد فيكم، بس اللي متذكرة ان هي بتبقى مادة سامة مع الغسيل والنقع له. الغسيل المتكرر طول فترة النقع دي بتنزل من عليه. تمام كده. تمام. علشان ايه يعني احنا نبقى عارفين احنا بنعمل حاجة في البيت، نبقى عارفين ان هي صحية 100%. إيه المادة دي بتبقى على قشرة الفول اللي هيتدمس، يعني الفولة الكاملة الصحيحة، لانها بتبقى على القشرة من بره. انما الفول اللي بيتعمل للطعمية او للفلافل ده ما بيبقاش عليه المادة دي. يعني مش انتي تغسليه وتنقعيه وتسيبيه، مش ضرورة ايه تغير المية عليه باستمرار زي ايه زي عملية الفول اللي هيتدمس. إيه يعني الفول ده مثلا إيه انا غسلته او كررت عليه المية او إيه غيرت عليه المية يجي 5 6 مرات في الليلة اللي اتنقعها دي، علشان ايه يكون كده المادة اللي عليه اللي هي المادة السامة دي نزلت ايه تماما من عليه. علشان ايه يعني ابقى مطمئنة وزيادة اطمئنان ليا ان انا ايه اغيرها كل ساعة كل ساعتين على حسب ما انتي وقت ما انتي بلاه، يعني بلاه بالليل تعرفي تعمليه ولا بلاه بالنهار، يعني زي ما انت عايز. المهم برضو تحرصي على انك تغيري عليه ايه المية باستمرار طول فترة إيه اللي انت نقعاه فيها. نيجي بقى هنا للطريقة سهلة وأبسط ما يكون، مش معقدة ولا فيها حاجة يعني افتكاسات. كله موجود في البيت. عندك أكيد عدس، شوية فول من اللي انت جايباهم تعملهم برضو طعمية، والفول الصحيح. الفول بعد ما نقعناه وغسلناه كم مرة زي ما قلت لكم، نجيب مية بتغلي، ده هيسهل عملية التسوية. وبعدين برضو هتحسي وانت نقعاه، هتحسي بالفرق اول ما انت تكوني حطاه وساعة ما تيجي تسويه، لان الحباية ما بتحطيها في المية بتبدأ تكرمش، وبعد كده يعني ما تنفش كده تحس ان هي ناعمة وبقت حلو. فهنا انا غليت المية وجيت حطيت الفول الصحيح وعليه كوباية فول مدشوش وكوباية عدس وليمونة عصرتها ونزلت القشرة فيه زي ما شفتوا كده. وشفتوا ساعة ما انا كنت بشوف سواه كده هو كده كان استوى، بس انا سبته شوية كمان. وبرضو لعند ما دبوا زي ما بنقول احنا كده في الفلاحين بقى زي الحنة، يعني تتك عليه ما يتحملش ان انت تتك عليه. انا بحبه مستوي للدرجة دي يعني. المهم ده كان نص كيلو، عمل لي 5
اكياس زي ما انتوا شفتوا، غير ما كنا اخدنا منهم في اليوم ده لاكلنا. وبرضو سلفتي، لان هي لما بتعمل حاجه بتجيب لي، وانا لما بعمل حاجه بوديلها. وربنا يديم المحبه ما بين الناس. فالنص كيلو ده عمل لي 5 اكياس. دول اللي فرستهم، او يعني دول اللي حطيتهم علشان نطلع منهم. ولما يخلصوا ربنا يفرجها ان شاء الله. يعني مش ربنا يفرجها ان انا في دقيقة، لا، يعني لما يبقى يخلصوا ان انا اجيب واعمل غيرهم. تمام كده. ما تنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنة وانتم طيبين. انا بقول لكم اهو. جينا بقى هنا للفلافل. عملت طبعا برضو الفول. عملت عليه ربطة كرات مصري اللي هو من غير راس، وبصل وتوم والفول زي ما شفتوا كده. يعني برضو ما فيش حاجة جديدة وما فيش حاجة افتكاسات، بس اكراما لتعبي. انتوا شايفين ان انا بفرم على المفرمة العادية. يعني معلش، اكراما لتعبي. ما تنسوش تحطوا لايكات كتير، علشان هو اللي هيرفع من الفيديو وهو اللي يخليه يتشاف. نشوف مالها. ولان انا عملتها مرة واتنين، يعني عملتها وش واتنين، يعني فرمتها وش واتنين عشان تنعم وتبقى توصل للمرحلة اللي انا عايزاها. لان لما بتبقى خشنة كده الواحد يجي ياكلها، حتى لو عمل سندوتش بتبقى تعمل زي الرمل كده تحت سنانه. وبعدين هنا كانت المكنة مزرجنة او المفرمة مزرجنة، وعلى ما ظبطتها ورجعت الحبة دول تاني، وربنا هداها لي كده وسلكت وبقت تمام. فبالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، يعني انا مش عايزه اقول لكم واقعد اعيد وازيد في الكلام. يعني بالله عليكم اكراما لتعبي عليها، وكانت يعني كتفي اتخلع. لان انا عملت بعدها في فيديو هتشوفوه تاني، عملنا كفتة الرز، وبرضو اقتصادية وسهلة وبسيطة خالص. فانا عملت ده اول دور، او فرمتها اول وش، ورجعت فرمت الوش ده تاني عشان انعمها خالص، وعلشان تبقى ناعم. لان الكبة اللي عندي مش هتفرمها زي ما انا عايزة، لان الكبة اللي عندي للخضار بس. يعني ان انا افرم فيها خضار بس، ودي غلطة. وانا كنت بشتريها، المفروض كنت اعرف هي تفرم انواع كل حاجة بتتفرم يعني.